ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا نعمل مع بعض النهارده الكوارع بطريقه سهله وسريعه جدا. عايزه اقول لكم دي اكله المفضله عند بابا الله يرحمه، ودي كانت اخر مره اعمل فيها كوارع. كان طالب الاكله دي قبل وفاته بحوالي 10 ايام وعملتها له. ادعوا له بالرحمه والمغفره وتعالوا نبدا. اخيرا هنعمل الفيديو المنتظر بتاع حلة الضغط. وهنعملها ايه بقى؟ في حاجة من الحاجات اللي هي اصلا بتاخد وقت في التسوية، الكوارع الخطيرة دي. اهم حاجة في الكوارع ان احنا طبعا نكون شاريينها من حد مضمون، يعني من حد طبعا ضامنين نظافته وكده. واهم حاجة كمان ان هو يبقى منضفها لنا حلو. عموما بعد ما نشتري الكوارع، كل الحاجات دي طبعا يعني مش هقول لكم ازاي تنضفوا الكوارع. احنا عملنا فيديو قبل كده ازاي نغسل الكوارع وننضفها. هحط لكم برضو اللينك بتاعه هنا عشان اللي ما شافش طريقه التنظيف وكده. خلاص الكوارع معايا بقت زي الفل وقشطه كده زي ما انتم شايفين. تعالوا بقى نعمل ايه الفقره بتاعه السلق وازاي نسوي الكوارع وتطلع معايا دايبه زي اللي بناكلها من بره بالظبط. ماشي، اول مرحله هي هجيب حله املاها ميه، اسيب الميه تغلي زي ما انتم شايفين كده، وابدا اجيب معايا الكوارع اهي وانزلها فيها ميه بس، مش هحط فيها اي حاجه. هسيب الميه بالكوارع تغلي حوالي 10 دقايق كده لغايه ما تطلع. هتلاقوها عملت ريم وغلت كويس قوي، وطلعي ريم بقى اللي هي الرغاوي اللي مثلا بتطلعها على الوش دي. بعد ما الرغاوي دي تطلع هقوم خلاص هكون خلصت طبعا كل كميه الكوارع، حطيت كل الكميه يعني هنا اهو. بعد ما بقول لكم الريم ده هيطلع هكب الميه واغسل الكوارع تاني تحت ميه، تحت من الحنفيه يعني. اغسلها تاني كويس قوي واشطفها كويس، وبعدين نرجع بقى نسلق الكوارع يعني ونكهها بقى ونحط البهارات والحاجات المنكهات اللي بتخلي الكوارع معايا تحفه. احنا بنعمل الخطوه دي ان احنا نحطها في ميه مغليه الاول ليه، وبعدين نرمي ميتها، وبعدين نرجع بقى نعمل الشوربه بتاعتها والبهارات والحاجات دي عشان لو فيها اي زفاره تروح منها. ماشي، هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ شايفين هنا الكوارع اهي بعد طبعا ما اتغسلت وصفيناها زي ما وريتها لكم، واتغسلت كويس قوي تحت الميه وشطفناها كويس، والحتت اللي من تحت شايفين الحتت التنايات دي رفعتها كده وغسلت برضو من تحتها عشان لو فيها اي ريم او اي مثلا من الدم والحاجات دي يبقى ايه الرغاوي يعني اللي طلعت من السلقه الاولانيه من اللي هي الغسله الاولانيه تكون ايه طلعت. ماشي، بعد ما خلصنا الموضوع ده حطيت ميه تغلي تاني على النار، وبعدين هنبدا بقى نحط شويه منكهات. ايه المنكهات بقى بتاعتنا اللي هنحطها في ميه السلق؟ هنحط المنكهات دي. هنحط ايه؟ استنوا كده بقى اجيلكوا هنا. هنحط طماطمايه، ماشي، جزرايه، هنحط بصلايه، وهنحط اللي هو الكور الصغيره ده حبهاء قصدي كبابه صيني، وفلفل اسود حصى. الكبابه الصيني اللي هي المكوره الكبيره دي، استنوا بس انا ايه هوريها لكم. الكبابه الصيني هي المكوره الكبيره دي. الفلفل الاسود طبعا معروف. ماشي، الكبابه الصيني دي اسمها كبابه صيني او بهار حلو. ماشي، انا قلت ماشي كتير. المهم وحبهان، وكمان ورق لورا هنا اهو، ورق لورا اهو وبس. وهنقوم ايه هوب قلبينهم في حله الضغط بتاعتنا، وطبعا هنحط ملح. ماشي، نحط شويه ملح. هرجع بقى ارجع الكوارع بتاعتي في الشوربه وهقفل حله الضغط وهسيبها. وهقول لكم ايه هنعرف ازاي ان خلاص ايه الكوارع بتاعتنا استوت. ماشي، انا هنا اهو حطيت كل الكوارع عندي. دلوقتي هحط غطا حله الضغط ونحط الصفاره بتاعتنا وايه اهو، وهنقفل كويس وهسيبها على نار عاليه لغايه ما الصفاره تبدا تعمل صوت، تصفر وتعمل صوت. هقوم موطيه النار خالص وهسيبها حوالي من نص ساعه لساعه الا ربع.
ماشي، على حسب برضو حجم الكوارع اللي انتوا بتعملوها، او على حسب يعني مثلا لو حاطين لحمه، اللحمه ما بتاخدش وقت معايا، بتاخد حوالي نص ساعه. لو عايزينها دايبه قوي بتاخد مثلا ساعه الا ربع. دايبه يعني. الفراخ بالظبط ربع ساعه بالكتير خالص، وتلاقوا الفرخه طلعت اصلا، تلاقوها العظم بتاعها في ناحيه واللحم في ناحيه. فيعني عموما حله الضغط دي اختراع. كمان بعمل فيها الكبسه، وهوريكم يعني. استنوا بقى كمان فيديو كمان قريب جدا، مش قريب جدا، خلال الاسبوع ده ان شاء الله او الاسبوع اللي بعده بالكتير قوي، هعمل لكم فيها كبسه في حله واحده، في حله الضغط. عشان ناس كتير قوي كانت طالبه مني فيديوهات لحله الضغط، وانا بصراحه كنت مكسله، بس الموضوع خلاص ايه، انتوا نشطتوني كده وشجعتوني، فايه هنعملها مع بعض. طبعا اهو انا سبتها تبرد خالص يعني، وبعدين اشيل الصفاره لغايه ما تطلع كل البخار اللي جواها. بس عايزه اقول لكم على حاجه، بعد ما نطفي عليها مش تقوموا رايحين شايلين الصفاره على طول، لا، هتقوموا يعني هتتلسعوا وهتتحرقوا كمان من ضغط البخار. وممكن كمان كل الشوربه اللي جوه وبخار الميه اللي جوه هيطلع كده، هتلاقوه نافوره لزقت في الشفاط بتاعكم او في الضلفه اللي فوق البوتاجاز. عموما لازم تسيبوها لغايه ما تهدى خالص، لغايه ما تلاقوا يعني الصفاره بدات خلاص ما عادتش تعمل صوت تاني، وتلاقوها ايه هدت خالص. يعني سيبوها مثلا حوالي ربع ساعه ولا حاجه. وطبعا اللي عايز يفتح عليها بسرعه بقى ومستعجل، الحركه الخطيره دي بتاعت ماما على طول تقول لي ايه، حطيها في الحوض وافتحي عليها الميه. احطها مقفوله كده، احط الحله زي ما هي مقفوله في الحوض، وافتح عليها الحنفيه بتاعت الميه طبعا يعني ساقعه يعني من الحنفيه. هتلاقوا الحله بردت خالص، فما عادش هيبقى فيه ضغط بخار جوه. بالظبط 5 دقايق، بالظبط اقل من 5 دقايق هتلاقوها. لما تيجوا تشيلوا الصفاره يعني هتلاقوا خلاص ما عادتش بقى سخنه ومش هتطلع بخار ولا اي حاجه. رغيت كتير بس عشان ايه، التفاصيل دي مهمه والله. تعالوا بقى نفتح كده الحله مع بعض وبس. بصوا هنعمل ايه دلوقتي. بصوا انا ايه هختبر الاول. شايفين الشوربه رايقه ازاي وصافيه جدا يعني. بصوا مفيش اي ريم ومفيش اي حاجه. عايزه اقول لكم كمان الريحه خطيره. اللي ما بياكلش الكوارع هياكل الكوارع بعد الطريقه دي. استنى. بصوا انا مش محتاجه اختبرها يا جماعه، شايفين المنظر دابت خلاص، انا مش عارفه اطلعها. لا استنوا اجيب حاجه تانية اطلع بيها. تعالوا بقى اوريكم كده اهي. بصوا هي مش محتاجه اختبار، شايفين؟ لا. بصوا اوه ماي جاد، بقت ايه، كوارع مخليه. خلاص كل اللحم ساب العظم. مش عارفه اطلعها. هطلعها واجيلكوا بقى، عشان يعني نخلي ماما تيجي تتعامل معاها. عايزه اقول لكم اللي ما بياكلش كوارع هياكلها بعد المنظر اللي انا عاملاه ده. بجد خطيره. عايزة اكل من اللي اكلته دلوقتي بكره ان شاء الله. عارف دي اسمها ايه؟ كوارع. عايزة اكل من الكوارع بقى طبعا اللي عايز ياكل الكوارع كده هتبقى خطيره بقى، وايه يعني اخر حلاوه بجد زي ما شفتوا كده الستوريز اللي فاتت. كانت تحفه ازاي، كانت تحفه وكله مهبول عليها حتى العيال الصغيره. الشوربه بتاعتها دي كنز. انا عملت بيها عملت بيها محشي. الطاجن الكوارع بورق العنب اللي عملته قبل كده يعني قلب الدنيا وعجبكم جدا. شوربه الكوارع دي كنز بقى في ايه، ان احنا هنخزنها ونسقي بيها اي مره هنحب نعمل بيها محشي، سواء ورق عنب سواء مشكل سواء كروم. ماشي. الكوارع بقى كنت بقول لكم، الكوارع اللي عايز ياكلها كده ياكلها زي ما هو عايز، واللي عايز يدلعها اكتر بقى وكده شوفوا بقى الستوريز الجايه، هوريكم بقى احنا بنعملها ازاي وبتتاكل ازاي. مش بتتاكل ازاي يعني، قصدي احنا بنعمل لها بقى خلطه كده وما تستعجلوش، هتشوفوا الستوري الجايه. في الاخر القطعه بتاعه التحمير دي، الجزء بتاع التحمير ده ما تصورش اصلا، فانا هقول لكم هنعمل ايه. معلقه كبيره من الصلصه، معلقتين من السمنه البلدي، عليهم رشه ملح وفلفل اسود، وندهن بيهم الكوارع كويس قوي وندخلهم تحت الشوايه في الفرن لغايه ما تتحمر وتاخد اللون التحفه اللي انتوا شايفينه ده. وبجد هتدوقوا احلى والذ
كوارع ممكن تجربوها في حياتكم. باي.